كلمتين محشورين في زوري ولازم تسمعهم ضروري. وعايز تعرف الناس الصح يبقى مفيش غير الصعيدي. الكرم الصعيدي لا يضاهى يا ابن الحلال. إكرام الضيف عند أهل الصعيد جزء عادي من حياتهم اليومية. لو دخلت بيت صعيدي هتلاقي ترحاب وأكل وشرب وكرم شافتوش عينك. حتى لو ما عندوش هيروح يستلف ويجيب لك. الصدق عند معظم أهل الصعيد عملة نادرة، والأمانة عندهم قانون. الصعيدي الأصيل مستحيل ينكر أو يخون، غير مع الخاين وابن الحرام هيقطع رقبته. وكلمته زي الذهب، أحسن من الماس والذهب. كلمته عقد تمليك، والكلمة في حقهم شيء مقدس. الفروسية في التعامل والأخلاق هي اللي بتميز أهل الصعيد. لو عايز تتعلم معنى الرجولة والكرامة بص على أهل الصعيد. بص ازاي بيتعامل أهل الصعيد حتى مع بعضهم، في احترام الكبير واحترام الأصول واحترام الواجب. كل أهل مصر وكل العرب على راسنا، بس احنا في الصعيد مختلفين. في الصعيد العيلة هي الظهر والناس بالناس. في الفرح البلد كلها شخص واحد، وفي العزي برضو البلد كلها شخص واحد. فوقت الأزمات أهل الصعيد حتى حريمهم رجالي وعلى الأصول متربيين. مستحيل تطلع منين العيبة في البداية، لكن لو غلطت فيني هتلاقي ما لا يحمد عقباه. لو جاتك أزمة ولا وقعت في مصيبة لا قدر الله هتلاقي صاحبك الصعيدي أول واحد جنبك بلا تردد أو حسابات، هينسى كل اللي فات. أهل الصعيد فيهم ميزي، وحط تحت دي مليون خط أحمر. ما ينسوش فضل اللي قدم لهم يد العون ويبقوا ممتنين ليه للأبد. افهم كلامي وهدي لك مثال. لو على سبيل المثال شغال مع حد وعمل معاه واجب، ممكن يردوا في أولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاده وأحفاده لحد ما يموت، يفضل شايل له الجميل. هم دول أهل الصعيد. وفي قلب أهل الصعيد مفيش مكان للنكران. الشكر والتقدير جزء لا يتجزأ من أخلاقهم. لو زرتوا أهل الصعيد، اللي بيزور أهل الصعيد كأنه من أهل البيت. كل اللي بيزورهم كأنه جزء من العيلة. رجلك دبت في البيت بقيت من أهل البيت. لما بتزور صعيدي بيبقى في استقبالك ويهلل ويشيلك على كفوف الراحة. الواجب عندنا واجبين، والكرم كرمين، والضيافة ضيافتين، وكل حاجة اتنين. ويا بخت اللي صاحبه صعيدي.